في جفاء بين رأس المال العربي والمثقف العربي منذ سنين، يمكن من 500 سنة أو 600 سنة، وهذا سبب تخلفنا الشنيع. الآن تعتبر أكبر دولة في العالم اليوم واللي لها حضور هي الولايات المتحدة الأمريكية. تعطي للثقافة الحكومة 17% فقط، و83% من تمويل الثقافة يأتي من رجال الأعمال ومن الشركات التجارية. هم أخذوا الدور العربي قبل أكثر من 1000 سنة، ونحن نسينا دور الثري العربي خلال هذه السنوات 100 السنين الماضية. أنا أقول أن العربي ذكي، لديه الطموح، يستطيع أن يعمل شيء أفضل بكثير مما عمل الآخرون، لكن الدافع المادي هو المشكلة الكبيرة. فلو أن إخواننا رجال الأعمال في الوطن العربي يرجعوا إلى ماضيهم ويأخذوا عبر كالماضي، عبر من وضعنا الحالي الآن في الدول الأجنبية، في أمريكا، في اليابان، في كوريا الجنوبية، في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف أن رجال الأعمال والشركات التجارية تساهم في الساحة الثقافية. يعني يجب عليهم الحقيقة أن يؤدوا الدور المنوط بهم، والذي أنا باعتقادي يجب أن يقومون به. يجب، مش مسألة اختيارية أو يعني على كيفه، يعني هذه ضريبة يجب أن يؤديها. في أمريكا أي شركة أو رجل أعمال يقوم بعمل جليل يرفع اسم بلده أو يرفع الحضارة البشرية، يخصم هذا الشيء المادي من ضريبته. يعني هو ما خسر شيء ماديا، إنما فكرة استفادت منها الدولة. احنا في وطننا العربي غالبية الدول وخصوصا الخليجية لا تأخذ ضريبة من رجل الأعمال. إذن هو يجب أن يكون حكم ويقص الحق من نفسه ويقوم بالمساهمة ويؤدي دوره. هو إيماني هو اللي يدفعني لأن أقوم بهذا العمل اللي أنا ذكرت لكم الآن. إذن هذا اللي ميزني، مو أني أنا أقول الشعر، يعني ما ميزني كشاعر، إنما تميزت بفاعل مش كشاعر، بأن أفعل، بأن أقوم بواجبي. عندما نجحت ولله الحمد في أن تقر إسبانيا تعليم اللغة العربية واعتبارها لغة رسمية ثانية في مدارسها، هذا شيء عظيم يشعرني بالسعادة الكبيرة، يشعرني عندما أستطيع أن أحاضر، أن آتي بمحاضرين لكل مرشدي السياحة في مسجد قرطبة وأغير أفكارهم التي كانت تقال ضد الحضارة العربية والإسلامية إلى أن يقتنعوا بجدوى تلك الحضارة العظيمة التي أسست حضارة في أوروبا، عمت أوروبا وعمت العالم آنذاك، ويعطونهم حقهم. أولئك الرجال المبدعين يرجع لهم اعتبارهم، واستطيع أنا أن أقوم بهذا العمل. أليس هذا مدعاة للسعادة؟ عندما أستطيع أن آتي بمحاضرين ل 155 مرشد سياحي في قصر الحمراء في غرناطة، ونشيل من أفكارهم الشوائب غير الصحيحة عن التاريخ العربي الإسلامي، ونضع بدلها الحقائق التاريخية العربية الإسلامية، أليست هذه أيضا مصدر سعادة؟ عندما يأتي حوالي 20 أو أكثر من 20 مليون سائح إلى إسبانيا ويستمعوا إلى أفعال هؤلاء الرجال الذين أسسوا تلك الحضارة من العرب المسلمين وينقلونهم إلى مواطنيهم في بلدانهم، أليست هذا مصدر للسعادة؟ أنا مقتنع قناعة تامة عن الدور اللي قاعد أقوم فيه، وسعيد جدا بهذا الدور،
وأحمد ربي أنه هداني لأن أقوم بهذا الدور. يعني هذه بحد ذاتها تجعلني أعيش أكثر من عمري. يعني أنا عمري يمكن بحدود فترة محددة بسيطة مثل الآخرين وأنتهي، ولكن سيبقى الاسم من خلال هذه الأعمال ربما إلى سنوات بعيدة بعيدة جدا. فأنا يعني أقول هالكلام مش للفخر والله، لكن أقول هالكلام لتشجيع الأثرياء والتجار والأغنياء ورجال الأعمال بأن ينهجوا هذا النهج للثقافة، وأدعوهم عشان يشعرون بهذه السعادة اللي أنا أشعر فيها. أنا ما أدعوهم للتبذير، أنا أدعوهم لإطالة أعمارهم، لأن الإنسان كل ما شعر بالسعادة كل ما يطول عمره أكثر. فأطلعهم من البوتقة اللي هم فيها، فلوس فلوس فلوس، جمع فلوس وبس وأرقام. لا، اطلعوا شوفوا الحياة، ساهموا في صنع التاريخ، ساهموا في صنع الحضارة، خلي يكون لكم اسم. شو الفائدة يجمع له واحد مليون أو بليون؟ ترى الفرق بين الميم والباء أرقام فقط، إنما الفعل والعمل هو الذي يؤدي إلى تخليد الاسم. كل ما أقوم فيه به هو من أوامر الله، وأنا سعيد بهذه الأوامر وسعيد بتنفيذها حسب قدراتي وإمكاناتي المتواضعة. أن آتي بطلبة فقراء بالمئات كل سنة بالمئات وأدرسهم إلى أن يأخذوا الدكتوراه أو الماجستير، هذا مو عمل خير؟ ما في أطيب منه. لأن إذا أنا أعطي الفقير دينارين يستهلكها بنفس اليوم، إنما إذا أنا أعطيته علم وساعدته في تلقي العلم، هذه تسعده وتوفر له الحياة الكريمة لعشرات السنين، وربما تنعكس على أولاده. أنا عندي ديوانين شعر والثالث بالطريق إن شاء الله، والغالبية العظمى من شعري أقوله في البر في الصحراء، لأن أنا قناص صياد بالطير، ودائما نطلع للصحاري سواء في المغرب أو في الجزائر أو في ليبيا أو في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في تركمانستان وأوزبكستان وباكستان والصومال، وفي كل هذه المناطق احنا قنصناها، نذهب شهر أو أكثر من شهر بعض الأحيان. ففي هذه المواقع والمواقف أستطيع أن أقول شعر.